ومعافيين والحمد لله والشكر لله رب العالمين. وزي ما انتم الان مبسوطين احنا مبسوطين اكثر، وزي ما انتم الان سعيدين اكثر. ونتمنى لابنائنا الان الجالسين في ترابيزه الامتحان التوفيق ان شاء الله والنجاح. وبرضه احنا من هنا بنشكر المعلمين والمعلمات شغالين في هذه الظروف الصعبه العصيبه، ونقول لهم شكرا جزيلا، ونقول لهم ربنا يوفقكم. والان انتم تحديتوا الظروف وتحديتوا المحن، وبالنسبه للشيء تم ده الان تحدي للطبيعه وللظرف الان الراهن فينا. وان شاء الله من هنا من هذه الوقفه ان احنا ماشيين على الانفراج باذن الله. وبنقول شكرا للمعلم والمعلمه، شكرا جزيلا. انتوا شغالين في ظروف صعبه جدا، وانتوا شغالين متطوعين منذ 3 سنين وماشيين في السنه الرابعه الان، لكن ان شاء الله المعاناه من هنا وقدام ان شاء الله حتتغير باذن الله. بنقول شكرا جزيلا برضه لاخونا التعايشي ولحكومته ولوزرائه ولكل من ساهم في هذه، وده يا جماعه مجهود يحسب للتعايشي والله. احنا كنا في منطقه في بلد واحده، لكن هو اصر على هذه الامتحانات، والحمد لله الان تمت الامتحانات. احنا عبركم وعبر هذه الكاميرات ان احنا نقول لكل ابنائنا الممتحنين في كل السودان، من شرقنا الحبيب لغربنا لشمالنا لجنوبنا لوسطنا، نقول لهم اتمنى لهم التوفيق. والان بنقول لابنائنا الممتحنين اهلكم منتظرينكم، امهاتكم منتظراكم. المراه الام هي ربت وتعبت، الان هي منتظره النتائج، وان شاء الله النتائج حتكون نتائج ايجابيه، ونتمنى التوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الأخ الرئيس تسمعوا منه وتكملوا باقي الورقة، وانتم اسعد ناس في مناطق سيطرة التأسيس، لأنه الرئيس جابكم بإذن الله. سيد الرئيس تفضل. شكرا جزيلا سيد الوالي. أول حاجة احنا بنعتذر الزمن زمان ووجودكم، احنا بنستلم منكم دقيقة المفروض كلمة في هذا الامتحان. نرجو التوفيق أول حاجة والنجاح، وأكيد انتوا حتنجحوا لأن انتوا أهلكم منتظرين ومعاكم وزراكم وأهلكم منتظرين، وانتوا اجتهدتوا ما قصرتوا. نرجو التوفيق أول حاجة، ونحن معاكم، ونحن فريقين نشوفكم اليوم، وإن شاء الله حنكونوا متواصلين مع بعض. وإن شاء الله الدور الجاي الفصولي ما قدرنا لكن قالوا سوينا تدريس لغايه ما نبدا المره الجايه ان شاء الله بالحيين، ولو نحن مشينا برضه الاخرين ان شاء الله يكملوا. طيب شكرا جزيلا، نتمنى التوفيق ان شاء الله. بارك الله.